يا أمة الرحمن، حذاري نعاق الغربان، دعي آراء أهل الزيغ رأسا، ولا تغررك حذلقة الرذال، فهم حمر وحقهم المخال، ومنهم كل شر واختلال. المرأة بإيمانها وحيائها وحجابها وعفتها شماء في خدرها، وردة في كمها، ملكة في قصرها، درة في صدفها، تذب بالإسلام ويثب بها. شرفها الله به وأعلى شانها، وأعطاها كامل حقوقها، تسأل عما يهمها وتناقش فيما يعنيها، تتملك وتتصرف في تجارتها، وتختار زوجها، ولها حق الخلع إن لم توفق في زواجها، وتحتفظ باسم عائلتها بعد زواجها، بعكس الغربية التي تحمل اسم عائلة زوجها. وتنزل الآيات بسببها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. المؤمن الأول في الإسلام امرأة، والشهيد الأول امرأة، وفي طليعة أول هجرة في الإسلام امرأة. وكأني بالموفقة اليوم تتطلع إلى أن تكون كسابقتها، عزها في قيم دينها، وهواها في إصلاح شؤون بيتها وتربية أولادها على قيم دينها. قد سدلت الحجب بينها وبين ثقافة الأعداء، واستنت بأخلاق خديجة وعائشة وفاطمة وأسماء، وافتخرت بأنها أم البطل وأخت البطل وزوج البطل ومربية الأجيال، وحملت لهذا الدين في قلبها ما حملته من قبل خديجة أمها وأمنا. وترجو في هذه اللحظات الحرجة أن تربي قائدا يحمل على عاتقه هم نصرة ديننا. فصلاح الدين عندها لم يخرج من رحم امرأة تافهة همها في مشاهدة مسلسل أو سماع أغنية أو تسكع تقتل به وقتها، فهي معتزة بدينها، فخورة بعفافها، وزيرة صدق لزوجها. وما زوجها عندها على الحقيقة إلا قيم قوام عليها مكرم لها، يكدح ليؤدي حقوقها وواجباتها، ويقوم لها في ضرورياتها وحاجياتها وكمالياتها لتؤدي رسالتها التي أكرمها الله بها، موقنة أن كل صوت يدعو إلى